قضيتين سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله ما راح يسامح من يسيء إليه بهما. ذن الشغلتين شنو؟ حسب ما ذكر سماحته بهذه التغريدة: من يتهمه بالعمالة للثالوث المشؤوم كما أسماه، ومن يتهمه ببغض محمد وآل محمد والعياذ بالله رب العالمين. قال بأنه سوف يقاضيه. شنو يقاضيه؟ يقاضيه قانونيا وشرعيا شرعا أمام الله عز وجل، فإن لم يتمكن القضاء من القصاص ممن أساء إلى سماحته فسوف يلجأ إلى باقي الطرق التي يتمكن من القيام بها. تحس بهاي التغريدة كم هائل من الحزن ومن اللوعة. وإذا اجينا نفسر نجد أن سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله كان ضحية أمرين، كما كان جده أمير المؤمنين عليه السلام، وكما كانت سيرة أبيه السيد محمد صادق الصدر طيب الله ثراه. شنو ذن القضيتين اللي كان ضحية السيد مقتدى الصدر؟ القضيتين: المحب الغال والعدو القال. المحب الغال والعدو القال. العدو القال معروف ومكشوف. تشوف الكم الهائل من الإساءة إلى آل الصدر عموما من خلال المنشورات ومن خلال البثوث. مرة يطلع لك معقل، مرة يطلع لك أفندي، مرة يطلع لك طفل زعطوط، مرة يطلع لك معمم يسيء إلى هذه الأسرة المضحية المجاهدة بدون خوف من الله، بدون وجل، بدون رهبة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سيوقفهم ويحاسبهم يوم المحشر. هذا منه العدو القال اللي بثوا بين الناس من أن السيد الشهيد الصدر كان بعثي، كان صدامي، كان من الحملة الإيمانية، أنه مو مرجع ولم يشهد له بالمرجعية، وأنه كذا وكذا وكذا، والاتهامات الباطلة التي تنم عن عداء وحقد دفين. هاي الأولى. أما المحب الغال اللي بصراحة أنه غالوا جدا بمحبة آل الصدر، فوضعوهم بغير ما وضعهم الله عز وجل، جعلوا للناس مادة للسخرية والاستهزاء والقول بما ليس فيهم. حتى أهل البيت عليهم السلام يقولهم: لا تؤلهونا، لا تضعونا في غير ما وضعنا الله عز وجل. زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا صامتين بأخلاقكم بتربيتكم. لا، احنا إلما لجأنا للطقم وزيان الصفر والمسألة هاي التي نفرت الناس، مرة بالقوة ومرة أنه نغالي في الحب. فإخواني، علينا كلنا ممن ادعى محبته لآل الصدر أن يدافع عن هذه الأسرة الكريمة المعطاء والمتمثلة اليوم بسماحة السيد مقتدى الصدر، أنه ندافع بالحقائق والأدلة وبالبراهين، مو بالسب ولا بالشتم ولا بالطعن ولا بالضرب ولا بالتهديد ولا بزيان الصفر. هاي ما تجيب نتيجة أبدا، وإنما يقارع الدليل بالدليل والحجة بالحجة. حفظ الله سماحة السيد مقتدى الصدر، وجزى الله عنا آل الصدر خير جزاء المحسنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. لا تنسون والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.